هابي فالنتاين، عيد حب سعيد. طب احنا عايزين النهاردة نتكلم عن فن الهدايا في الفالنتاين. دلوقتي احنا في 2023، ويمكن كلنا عارفين ان 2023 بقينا معظمنا فيها عمليين شوية. طب نيجي نتكلم عن الهدايا. انا من وجهة نظري ان لما تيجي تروح تشتري هدية دلوقتي، اشتري هدية عملية. بمعنى ايه اشتري هدية عملية؟ بمعنى ان انا اشتري هدية هي هتفيد الشخص اللي انا هشتريها له، هيكون مبسوط بيها لانه هيستخدمها مرات تانية. انا ننسى شوية دباديب، ننسى الورد، ننسى التورته اللي بتيجي الازواج بيجيبوها لبعضيهم ديت، ننسى الحاجات دي. عايزين هدايا عملية، يعني هدايا انا اعرف استخدمها بعد كده. لو بتحب حد وعايز تهديه، دور ايه هو اللي هيكون مفيد ليه، وايه اللي هيكون هيقدر يستخدمه مرة تانية، هيستنفع بيه في حياته. فلما تيجي تشتري هدية للفالنتاين، اشتري هدية عملية. وعلى فكرة، اللي هيجيب لك الهدية دوت هيكون باذل مجهود كبير جدا في التفكير عشان يجيب لك الهدية دي ويوصلها. حتى لو الهدية حسيت ان هي مش حلوة قوي او مش عاجباك، بلاش تزعل الشخص اللي جاب لك الهدية، لان زعلها بيكون وحش قوي. اشوفكم على خير. عيد حب سعيد.